السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحبايب الطلاب في كل مكان. أهلا وسهلا بطلاب الصف السادس الابتدائي. أنا مس يمنى وهحل معاكم أسئلة على الدرس الثاني والثالث في مادة العلوم. قبل ما تبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنساش تحط لي اللايك وتشارك الفيديو ده مع أصحابك وتعمل لي السبسكرايب في القناة. ويلا بينا نبدأ نحل مع بعض. أول سؤال بيقولك أول ما نستخدم مصطلح الخلية هو العالم. احنا ما خدناش غير عالم واحد وقلنا ان هو يا ترى اسم العالم ده؟ برافو، روبرت هوك. طب مين شاطر يقول لي روبرت هوك عمل ايه تاني؟ هو كمان يا مس يمنى أول ما نستخدم الميكروسكوب، والكلام ده كان عام 1665. برافو، أحسنت. طيب تاني سؤال بيقولك تحصل الخلية على الطاقة من عملية نقط التي تحدث في الميتوكوندريا. يا ترى ايه العملية اللي بتحصل في الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا دي بيحصل فيها إخراج، بيحصل فيها تنفس خلوي ولا امتصاص ولا الحركة؟ الميتوكوندريا دي قلنا عشان تحصل على الطاقة، وانا كمان عملت لكم فيديو بيوضح للميتوكوندريا ازاي ان هي بتحصل على الطاقة من العملية اللي بتسمى برافو، عملية التنفس الخلوي. عملت لكم فيديو ونزلته على الفيسبوك واتمنى ان انتوا تشوفوه يا سنة 6، هيعجبكم قوي. يبقى العملية هنا عملية التنفس الخلوي. بيحصل ايه في العملية دي؟ العملية دي بتستخدم الاكسجين علشان تكسر لي أجزاء الطعام وتحطم لي الطعام ده بتاعها اللي هو عبارة عن سكريات عشان تحصل على الطاقة الكيميائية. تمام؟ طيب سؤال رقم 3 بيقولك العضية التي تنظم معظم أنشطة الخلية. مين هي العضية اللي بتتحكم بمعنى الأصح في أنشطة الخلية؟ هل هي الجهاز الجيولوجي ولا الميتوكوندريا ولا النواة ولا البلاستيدة الخضراء؟ قلنا ان هي اهم عضية في الخلية اساسا النواة. برافو، لان هي بتتحكم في انشطة الخلية وكمان مسؤولة ان هي تكون البروتينات والانقسام، ان هي تكون الخلايا الجديدة من خلايا مفقودة عن طريق حاجة قلنا انقسام ايه لسه هتاخدوها في اعدادي، انقسام ميتوزي. طيب رقم 4 بتقولك تدخل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلية عن طريق نقط. العناصر الغذائية أو الأكسجين كل الحاجات دي بتدخل أو تخرج من الخلية يا ترى عن طريق حاجة اسمها غشاء خلية، ميتوكوندريا، نواة، رايبوسوم. غشاء الخلية، برافو، اللي هو البطانة الخارجية للخلية اللي بيطلق عليه الغشاء البلازمي، ده اللي بيتحكم لي في الحاجات اللي بتدخل وبتخرج إلى الخلية. وكمان مين شاطر يقول لي إن غشاء الخلية ده يتميز بخاصية اسمها خاصية النفاذية الاختيارية. برافو، برافو عليكم يا سنة 6. بيقولك 5 يتكون النسيج من مجموعة متشابهة من. النسيج ده بيتكون مجموعة متشابهة يا ترى من الأعضاء ولا الخلايا ولا البروتين ولا الأجهزة؟ الخلايا، برافو. خلية مع خلية بيكون لي نسيج، ونسيج مع نسيج يكون لي عضو، وعضو مع عضو يكون لي الأجهزة. طيب ونقولنا ان المستويات النظام بتاعها بتصنف في 5 مستويات من البسيط للمعقد. السؤال هنا بيقولك أكمل الكائنات التي تحتوي جسمها على خلية واحدة. خدنا ده الحصة اللي قبل اللي فاتت، قلنا لما بتبقى خلية واحدة ده كائن بسيط، يعني كائن وحيد الخلية. برافو. يتكون جدار الخلية النباتية من مادة. شايفين السؤال ده وانا بشرح قلت لكم بيجي ازاي؟ جدار الخلية ده بيتكون من مادة اسمها مادة السيلولوز. برافو. التراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية، يا ترى ده تعريف ايه بقى؟ قلنا ان في الخلية عضيات. العضيات دي هي صغيرة وبتقوم بوظائف محددة داخل الخلية، يبقى ده ايه؟ عضيات. انا اصلا جاوبت على السؤال وانا مش واخده بالي. العضيات اللي هي التراكيب الصغيرة.
بتسبح مكونات الخلية داخل سائل نقط. قلنا ان السائل ده هو عبارة عن ايه؟ برافو، السيتوبلازم، وهو كمان الجزء الداعم للخلية. بيقولك هنا ضع علامة صح او علامة خطأ، ونخلي بالنا واحنا بنقرأ رأس السؤال كل مرة هقولها لكم عشان ممكن يجي يقولك مع التصحيح. يتكون جسم الإنسان البالغ من 40 تريليون خلية، صح ولا غلط؟ طبعا صح. احنا قلنا ان جسم الإنسان بيتكون من 40 تريليون خلية في الحصة اللي قبل من أول حصة أساسا. تمام. تعتبر النواة مركز الطاقة اللي في الخلية؟ النواة هي اللي بتدينا الطاقة؟ الإجابة يا مس طبعا غلط، ده الميتوكوندريا عن طريق عملية اسمها عملية التنفس الخلوي. برافو. تتحكم الميتوكوندريا في معظم أنشطة الخلية مثل تكوين البروتينات. هل الميتوكوندريا هي اللي بتتحكم في أنشطة الخلية يا مس؟ طبعا غلط. الميتوكوندريا دي مسؤولة عن إنتاج طاقة فقط، لكن اللي بيتحكم في أنشطة الخلية النواة. السؤال هنا رقم 4 بيقولك علل لما يأتي. يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية. علل ليه؟ النفاذية الاختيارية دي بتعمل ايه؟ قلنا ان هي بتختار اللي بيدخل على مزاجها واللي يخرج على مزاجها، اللي هو هتشايفه ان هو هتستفيد منه بتدخله، واللي مش هتستفيد منه زائد عن حاجتها بتخرجه براها. يبقى دي ليه؟ للتحكم في المواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها حسب حاجة الخلية، هل الخلية في احتياجها أو لأ. ماذا يحدث إذا؟ رقم 1، لو إحنا ما اكتشفناش الميكروسكوب إيه اللي هيحصل؟ يا ترى كنا هنعرف أصلا إن في خلية؟ طبعا لأ، ما كناش هنكتشف ان في خلية اللي هي اساسا وحدة بناء جسم الكائن الحي، لان هي اساسا صغيرة واحنا تم فحصها تحت الميكروسكوب. اي نعم في خلايا كبيرة زي خلايا البيض الطائر، ولكن في خلايا صغيرة زي الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية ما كناش هنعرف ان هي بتتكون من انسجة ومن اعضاء ومن اجهزة وهكذا. يبقى لم يتم اكتشاف وحدة بناء الجسم الكائن الحي وهي الخلية. لم توجد الميتوكوندريا في الخلية. لو احنا ما عندناش ميتوكوندريا، يا ترى الميتوكوندريا دي مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن الطاقة، والطاقة دي بتحصل عليها من عملية تسمى بعملية التنفس الخلوي. يبقى هننفي الكلام بتاعها، نقول يبقى لن تحدث عملية التنفس الخلوي، وبذلك لن تحصل الخلية على الطاقة اللازمة لها. يلا بقى نركز كده ونخلي بالنا ان احنا نكمل البيانات بتاعتنا على الرسمة. اول واحدة دي مشاور لي على الجزء المدور الصغير اللي جوه ده اسمه النواة. برافو، النواة دي هي مركز التحكم في أنشطة الخلية، بتكون بروتين ومسؤولة عن الانقسام. تمام. رقم 2، يا ترى الجزء ده بتاع ايه؟ برافو، الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي اللي هي بتعمل ايه يا شباب؟ بتنتج الطاقة عن طريق عملية اسمها التنفس الخلوي. طيب رقم 3، الكور الصغيرة اللي بتسبح في الخلية دي انا غششتكوا اهو، دي عبارة عن ايه؟ اللي هو سائل جلامي اللي بتسبح فيه عضويات الخلية، السيتوبلازم. برافو، عبارة عن السيتوبلازم. طيب اللي من بره الخلية ده يا ترى ده ايه؟ ده غشاء الخلية اللي بيسمح بدخول وخروج المواد من وإلى الخلية. تمام. دي كده الأسئلة بتاعتنا يا سنة 6. أتمنى أن تكون الأسئلة سهلة وبسيطة عليكم، والدرس هو أساسا سهل وبسيط ولذيذ جدا، وأنا بحبكم جدا جدا جدا، وياريت تذاكروا وتهتموا بالمادة وتشوفوا الفيديوهات اللي أنا بنزلها لكم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، لأن هي هتعجبكم وهتحببكم في مادة العلوم. وإلى اللقاء يا أصحاب، وأشوفكم في الفيديو الجاي على خير. باي باي.